هو بقى كل شوية عشان انت لسانك فالت تجيب لي واحد وتحطني في الموقف ده؟ الموضوع ده ما ينفعش يتكرر للمرة التالتة. مستحيل هسمح لنفسي ان انا اعيش التجربة دي لتالت مرة بسببك. صاحبة القصة بتقول: اسمي هيام، عندي دلوقتي 42 سنة، متجوزة بقالي اكتر من 20 سنة وانا عندي 19 سنة. واول كان مرحلة جوازنا دي كانت مرحلة صعبة جدا بسبب ان احنا اتجوزنا بسرعة وما كانش في بينا يعني تفاهم اوي، بس عمري ما تخيلت انه يكون شخصيته بالشكل ده. والدته جت خطبتني ليه وهو مسافر، اتخطبت له عن طريق الصورة. شفته وعجبني الصراحة، لقيت شكله حلو ووسيم، ويعني سنه الفرق العمر بينا 6 7 سنين مش كتير، لكن طبعا هما ناس مبسوطين جدا، وده بسببه هو، بسبب ان هو مقضي حياته كلها في السفر. وساعتها والدته قالت لي ان هو عنده زي 30 سنة وانا كان عندي 19. يعني قلت مش مشكلة، هيبقى الفرق 7 8 سنين مش حكاية. وشفت الصورة عجبتني جدا وانبهرت بيها. والصراحة أنا طول عمري بعشق المظاهر، وبعشق كده الشخص يبقى شكله جميل، بعشق ريحة العطور الحلوة، الورد، الخروج، اللبس، الشياكة، الجمال. أنا جميلة وبحب الجمال. والدته من أول ما جت وشافتني وقالت لي كل اللي انت عايزاه وتأمري بيه هيجي. وبدأت طبعا تقول لي: هو احنا طبعا هتروحي عايزة تسافري له هناك هتسافري، هو عنده حياة هناك برضه بقاله سنين، عنده شقته وعنده شغله، او حابة انك تقعدي هنا هو مش هيعترض، مفيش مشكلة، لو حابة تسافري ماشي. وطبعا اي حاجة هتأمري بيها هنا انا هنفذها، وما تقلقيش انا مش هكون حماتك، انا هكون صاحبتك قبل ما اكون حماتك. انا ما عنديش ولاد بنات، يعني ما عنديش بنات، كل يعني ولادي صبيان. هو ما فيش غير هو واخوه. واخوه طبعا يعني مش بيحن عليا خالص بسبب ان مراته صعبة شوية، وانا مقدرة كده. ويعني عشمي فيكي انك برضو تبقي انتي قريبة مني وتبقي زي بنتي. انت عارفة ان انا يعني صاحبة تعب وكده، وطول الوقت بحب بس اللي هيسأل عني مش اكتر ويخلي باله كده عليا. وهنا بقى الصراحة الست دخلت قلبي من طريقة كلامها، وحسيت ان هما ناس مناسبين جدا. ده غير انه عريس لقطة. هما كانوا متقدمين لواحدة قبل مني، بس هما كانوا الناس اللي تقدموا لها البنت دي اهلها ناس مبسوطين جدا. وطبعا ما كانش فيه غير هي ومدللة، لكن حماتي لما شافتها يعني حست ان هي مش مرتاحة لها ففشكلت الجوازة. فأنا كنت جاية عن طريق واحدة صاحبتها يعني من سنين تعرف والدتي، وفي بينا عشرة بقالنا كتير قوي. ولما جات وشافتني الصراحة بسبب ان انا جميلة جدا ويعني هادية كده في طريقتي فعجبتها، وهي كمان دخلت قلبي من طريقتها. ووفقنا الخطوبة فعلا، واخدتني بقى يوم حفلة الخطوبة دي، وما اقولكوش على الهدايا اللي جابتها لي، ملهاش عدد وملهاش حساب. والدهب والحاجة اللي كنت بختارها وبشاور عليها كانت بتجيلي من غير ما اتكلم ولا كلمة، من غير حتى هي ما تعارضني ولا تقولي حلوة ولا وحشة. كنت اللي بقول عليه كانت بتجيبهولي. والصراحة الدخلة دي عجبتني جدا، وحسيت فعلا انها ست متفاهمة وانها فعلا ست كويسة. ومع رغم ان هي راحت معايا وهي كانت تعبانة جدا ومش قادرة تمشي. وعملنا حفلة الخطوبة، وبدأت بينا مكالمات التليفون بيني وبين خطيبي، ما انا خلاص بقيت خطيبته رسمي، وجابت لي إيه موبايل يعني بقيت اتكلم معاه وكده. كنت كل يوم بتكلم معاه اكتر من ساعتين. الصراحة كانت طريقة كلامه حلوة جدا، وكنت بقول امتى كده يجي اليوم اللي يرجع فيه ونكون مع بعض. عايزة اقول لكم مكالمات التليفون دي كانت بتخليني في دنيا تانية، كنت في منتهى السعادة. ده غير بقى ان انا ما بقاش عندنا مشاكل مادية في البيت، يعني المشاكل المادية دي نسيناها خلاص، من كتر ما هو اللي بيبعت لي اصلا فلوس من غير ما اقوله. بيقول لي اصرفي وهات اللي انت عايزاه وكأني موجود بالظبط. وما كانش ابدا بيتأخر عليا في حاجة الا اطلبه ومن غير ما اطلب كمان. ماما بقى كانت طايرة بالسعادة كده بالعريس ده،
وعرفت يعني ايه ابقى عريس لقطة بسبب جوازة اختي اللي كانت اكبر مني. جوازة زي الزفت، معهوش حاجة خالص وساكنة ايجار، ويوم شغال وعشرة لأ. وطول الوقت اختي بتشتكي بسبب قلة الفلوس وبسبب الديون وبسبب المشاكل اللي هو طول الوقت بيعملها. وهنا بقى بدأ الموضوع يختلف بعد طبعا ما جوزي شاف لجوزها شغل ثابت وتدخل. يعني كان في حد معرفة شركة كويسة، هو كان معاه شهادة بسيطة شغله بيها وبقى مرتبه حلو جدا. ده غير أنا كمان كنت بساعد أختي بكل اللي أقدر عليه. الظروف المادية بتاعت العيلة كلها اتحلت من قبل حتى ما اتجوز، وكل الناس مبسوطة ما عندناش أي مشكلة. أما أنا بقى عايشة في حلم جميل ما مش عايزة أصحى منه، غير إن أنا أكون بس لابسة فستان الفرح. وجه اليوم اللي لقيته بيكلمني وبيقولي خلاص أنا نازل كمان شهر، وهجيبلك معايا فستان الفرح على ذوقي، وهحاول كده على قد ما أقدر أجيبلك الحاجات الشخصية اللي أقدر عليها. ده غير لما نيجي هخليكي تختاري كل اللي نفسك فيه، وأي حاجة نفسك فيها انتي أو أي حد يهمك قوليلي عليها وما تتكسفيش. الصراحة كرمه كان زايد زيادة عن اللزوم، وكنت شايفة فيه إن فعلا عوض كده من عند ربنا، وإنه هيخليني كده أسعد إنسان. وده اللي كان ظاهر، وكل التصرفات كانت بتقول كده. وفعلا جه اليوم اللي كنت بتمناه، واللي ما كنتش قبلها بأسبوع عارفة أنام بسبب اللحظة دي، ومشتاقة لها جدا. ورحت عشان أقابله في المطار مع حماتي، وفي اللحظة دي كانت صدمة عمري. وهو جاي ما كنتش عارفاه، لأن أنا كنت راسمة في خيالي الصورة اللي أنا شفتها، وكنت متخيلة إن صاحب الصورة ده هو الشخص اللي جايلي. لكن اتفاجئت بإن صاحب الصورة مش شبه الصورة خالص، شكله متغير 180 درجة. أول حاجة الشعر، هو عنده شعر في الصورة لقيته أقرع، ما عندوش ولا شعراية. وغير إن هو جسمه في الصورة رياضي جدا، لقيته تخين وبكرش. السن اللي في الصورة بتقول إن هو حوالي 29 سنة 30 سنة، لكن الحقيقة الشكل اللي أنا شفته وعرفته بعد كده إن هو معدي 35 سنة وداخل على 40. والصورة دي موريهالي وهو في أوائل يعني في آخر العشرينات كده. الموضوع معايا هنا اختلف خالص، لكن حاولت أقنع نفسي لفترة إن أنا حسيت إن أنا متغيرة، وحسيت إن مش ده الشخص اللي أنا كنت راسمة الصورة اللي في خيالي ليه. ومع رغم كل الفلوس والعز ده، لكن حسيت إن أنا متغيرة، لأن أنا طول عمري مبدئي ما كانش الفلوس، ويمكن ده السبب اللي جابلي الفلوس. الفلوس بالنسبة لي كانت ولا قيمة. أنا كل اللي أنا كنت عايزاه شخص يكون بيحبني بجد من قلبه، ويخليني معاه أسعد واحدة في الدنيا، حتى لو هنقعد على الرصيف مش فارقة بالنسبة لي كتير. المهم حسيت لفترة إن أنا متغيرة، وإن ما بقيتش زي الأول. حتى هو كمان لما شافني انبهر بيا، ولقيته بيقولي انتي أجمل من الصورة بكتير. وفي الوقت ده كانت أول زيارة لينا، كان جايلي بعربية شكلها يخض. وكمان لما قعدنا لوحدنا حاول كتير إن هو يعني يقرب ويتكلم، لكن أنا كان من جوايا في كده تغيير مش فاهماه. المهم بعد فترة كلمت والدتي بصراحة، وقلت لها ان انا حاسة ان انا متغيرة، وان مش ده الشخص اللي كان اللي شفته في الصورة. حاسة كده مش مناسب معايا. لكن الصراحة ماما ضغطت عليا وقالت لي فوقي، انت فاكرة نفسك ايه؟ احنا ولا حاجة وانت كمان ولا حاجة. شوية الجمال والشباب اللي عندك هم اللي عاملين لك قيمة، وممكن اي حد مش لاقي ياكل ياخدك وكل دول يروحوا، وتعيشي حياتك زي ما انتي في تعب ومأساة. هو ده الشخص اللي هيسعدك. وما تنسيش اللي عمله معانا ومع أختك، وحياتنا بقت ازاي بعد ما عرفناه. والواضح عليه انه فعلا بيعشقك بطريقة جنونية. طبعا والدتي رفضت تماما ان انا اختلف معاه يعني، او ان انا اسيبه. حتى انا حاولت ألمح له، لكن هو قال لي ده طبعا كلام مرفوض، ومن رابع المستحيل ان انا اسيبك، انا بعشقك كلمة شوية.
وحددنا ميعاد الفرح بسرعة بعد ما رجع بأسبوعين، وكل حاجة جت بسرعة، حتى ما ادونيش وقت إن أنا أفكر. ما طلبش مني أي فرش ولا أي حاجة، لكن والدتي أصرت إن هي تجيبلي اللي تقدر عليه. وطبعا رحت واتجوزت. الصراحة حماتي وهو بيعاملوني أحسن معاملة، ناس محترمين جدا جدا. لكن كانت المفاجأة بعد جوازنا بأسبوعين. طبعا هنا اتعزمنا لناس معرفة عنده هو، يعني على حفلة خطوبة، يعني بنت خالته أو معرفش مين. طبعا هنا بقى كنت لأول مرة عايزة أعيش الجو اللي أنا أحس فيه إن أنا فعلا يعني جميلة. اشتريت فستان سواريه شكله تحفة. كانت الحفلة في قاعة كبيرة وناس أغنية وناس مبسوطين. حبيت إن أنا أظهر معاه في أحسن مظهر. في الوقت ده هو كان مشغول جدا وما شافش أصلا الفستان اللي أنا كنت هلبسه. وكمان عملت تسريحة شعر جميلة، وأنا أصلا المفروض كنت بالنسبة له محجبة، لكن أنا قررت إن أنا أقلع الحجاب. وعملت كمان ميك اب وخليت نفسي ملكة جمال زي ما بيقولوا. وهو كان مستنيني قدام القاعة. أخدت تاكسي ورحت قابلته على هناك، واتعمدت إن أعمل كده عشان ما يعترضش الحاجة اللي أنا عاملاها وينحط قدام الأمر الواقع. وفعلا لدرجة إن كنت نازلة من التاكسي قدامه وبكلمه وهو مش شايفني، وما كانش مصدق إن أنا، لأن شكلي ساعتها كان متغير تماما، وكأني كده واحدة جاية من بلد تانية. الصراحة شفت اندهاشة وانبهار في نفس الوقت في عينيه. لكن فجأة لقيته بيقولي: أنا مش هستحمل إنك تخشي كده القاعة وإنتي بالجمال ده، ومش هستحمل نظرات الناس ليكي. لكن أنا بشوية دلال وحب قدرت أقنعه. وأول ما دخلنا القاعة كل الأنظار وآلافات من الناس سابوا العروسة وبقى كل نظراتهم عليا أنا. من جوايا بقيت في منتهى السعادة، لأن أي ست في الدنيا بتحب إن كل الناس تنظر لها نظرة إن هي ست جميلة، ودي طبيعة الحياة. أما جوزي كان في حالة وحشة جدا، ودي كانت لأول مرة أحسه بالطريقة دي. كان غضبان جدا، وطبعا طول ما احنا في الحفلة والنظرات كتير جدا جدا حواليا، وهو بيحاول على قد ما يقدر يتماسك قدام الناس. يا دوبك عدى في الحفلة بس نص ساعة أو ساعة إلا ربع، ولقيته بيسلم على العريس والعروسة وبيعتذر للخروج يعني. ولقيته بيشدني من ايدي. انا كنت مبسوطة طبعا بالقعدة، ولدرجة كمان ان انا قمت عشان ارقص شوية مع العروسة. لكن هو كان بيحاول ان هو يسيطر على كل حاجة، واخدني ومشينا. في اليوم ده حصلت بينا في البيت مشكلة كبيرة جدا جدا، وده طبعا ما تنسوش ان كان لسه في العشرينات يعني اول جوازنا. وساعتها لقيته انسان يعني غير اللي انا كنت متخيلاه خالص، متغير وعصبي وبيكسر في كل حاجة. وحسيت فعلا من جوايا بالخوف. في اللحظة دي لقيت نفسي بقوله من غير ما أحس باستمرار: طلقني، طلقني يعني طلقني. وحسيت إن أنا يعني فعلا خايفة منه بجد. وساعتها رمى عليا اليمين وثلاث مرات ومن غير ما يحس. لكن في الوقت ده لميت شنطتي وكنت رايحة عند أهلي. لكن حماتي حاولت تحل الموضوع وقالت لي: عودي معايا وما تطلعيش الدور اللي فوق عنده لما يهدى، ونشوف حل في المشكلة اللي احنا فيها. هنا في الوقت ده المشكلة كانت كبيرة جدا، لأن ما كانش ينفع إن أنا أرجع له غير لما يكون موجود محلل. وده طبعا كان أول موقف هنحط فيه زي ده معاه. وبالنسبة لي كان من رابع المستحيل إن أنا ممكن أعمل كده أو أوافق على كده. فضل إن هو يقنعني حوالي أسبوع بحاله عشان إن أنا أوافق إن يعني يتكتب كتابي عادي على شخص تاني، ولمدة يوم واحد بس. وقال لي: ما تخافيش، هو يوم واحد هيقعد معاكي انت وماما هنا، وتاني يوم هيطلقك وساعتها مشكلتنا هتنحل. وفعلا هو ده اللي حصل. لكن العريس بالنسبة لي كان مفاجأة كبيرة. كان شخص صديق لي، وفعلا ارتبطنا. لكن كلام الشيخ ساعتها اللي ربط الجواز كان غريب جدا. قال انه لازم ان الجواز يكون كامل متكامل، وإلا كل شيء هيبقى مفيهوش اي حاجة صحيحة. في الوقت ده حماتي كانت مركزة معايا، وانا كنت حابة ان انا امشي
على اللي قاله الشيخ، عشان بعد كده طبعا أنا أقدر أعيش مع جوزي وأنا مرتاحة البال، محسش إن أنا عايشة عيشة غلط. حماتي أخدت العلاج، وبطبيعتها العلاج بيبقى فيه نسبة منوم، بتنام ما بتحسش بحاجة. وفي الوقت ده أنا اللي بدأت مع الشخص ده. هو الصراحة كان شخص ملتزم، لكن أنا حاولت أتفاهم معاه إن لازم كل حاجة تبقى سليمة. وفعلا، وكانت المفاجأة لأن أول مرة أكون مع حد تاني، الموضوع كان ليه لذة وطعم غريب، وما كنتش أعرف إنه بجد حلو كده. وكنت صغيرة وطايشة لسه، لكن كنت مستمتعة بكل شيء. وعدى اليوم، وفعلا جوزي رجعني، وبعد كام شهر كنت حامل وجبت أول ولد. وبعدها بسنة واحدة جبت البنت التانية، وقررت إن كده خلاص. وجوزي كمان كان مبسوط جدا، لكن كان طول الوقت حاسس بالنقص بسبب إن شكله يعني مش وسيم، وإن أنا طول الوقت يعني بيبقى عندي بيبقى للناس انبهار بيا وبشخصيتي وبكلامي وبطريقتي. كان دايما مركز معايا، لكن كنت غيرته دي بتضايق منها، لأنها كانت بسببها فيها حب شديد جدا جدا وقوي. أنا بستمتع بكده، لكن مش لدرجة إنه يخنق حياتي. وفضلنا على كده مشغولين بالدنيا والدنيا مشغولة بينا، لحد ما في يوم جه يزورني ابن عمي، وجوزي كان برا. في الوقت ده كانت حماتي توفت بقالها كذا شهر، وكان جاي ان هو يعزيني ويطمن عليا. هو عمره ما شافه بحكم ان احنا اتجوزنا بسرعة. وطبعا لما سأل على العنوان وجالي عشان يعزيني في حماتي وكمان يسلم عليا، كان في بينا زمان وانا صغيرة في ال15 سنة شوية مغازلات. وهو ساعتها يعني ما نقدرش نقول حب، لكن كان إعجاب. وساعتها طبعا هو سابني وسافر، وأنا نسيته لأن ما كانش فيه ساعتها أي مكالمات ما بينا تمت. بعدها قرر إن هو يعني يكون نفسه، ولما رجع لقاني اتجوزت. ساعتها جوزي كان برا في الشغل، وهو كان دخل يعني لقانا أنا وهو بنتكلم وبنضحك، وما نقدرش ننكر إن كان في بعض النظرات. جوزي ما عجبهوش وطرده، وكلمني بطريقة وحشة جدا كأني فيها شك، والموضوع كبر ما بينا. وساعتها اتشطر ورمى عليا اليمين 3 مرات برضه. هو لسانه فلت وعصبي بطريقة مجنونة. وساعتها ما لقناش قدامنا محلل إلا هو ده. وهو مع الأسف اقتنع إن مفيش حاجة، لكن اتفاجئ. ومن ساعتها بقى وأنا اتجوزته. ومن ساعة ما اتجوزته وأنا مش عايزة أسيبه. الموضوع والحياة معاه حاجة تانية جننتني بجد. لكن كان لازم أرجع للعز ولولادي، ما كانش ينفع أكمل، لكن ما كنتش ناسياه. وبعد مرور سنين طبعا كبرنا، وجوزي عجز قبل مني بكتير، وبقى الموضوع العلاقة ده مش أحسن حاجة. وكنا سيبنا البيت اللي كنا عايشين فيه واشترينا شقة كبيرة قوي في آخر دور في عمارة جديدة في مكان كويس. وفي الوقت ده كانوا ولادي اتجوزوا، وكنت أنا وجوزي، لكن كنت لسه صغيرة وجميلة جدا. كنت دايما مهتمية برشاقتي وبجمالي وبلبسي. ومن الآخر كده كنت عايشة حياتي، وكان نفسي إن أنا أكمل كده وألاقي معايا إنسان يخليني مبسوطة. لكن جوزي ما كانش فيه بقاله فترة طويلة، وطول الوقت كان في بينا مشاكل بسبب الموضوع ده. وطبعا ساعتها كالعادة طلاق في طلاق، وصلنا لتالت طلاق. وطبعا هنا بقى أنا كنت تعبت منه، وكان عندي فلوس تكفيني وزيادة، وعندي اللي يكفيني، ما أنا طول السنين دي بعمل حساب نفسي. ولقيته بيعرض عليا البواب محلل. دي بقى كانت الصدمة الكبيرة بالنسبة لي. وطبعا هنا كنت رافضة إن أنا أكمل معاه، لكن قلت لي لأ، أجرب وأتجوز البواب. الوقت ده كان البواب ده شاب صغير، يعني باباه ومامته ناس كبيرة جدا 60 و70 سنة، وهو اللي كان قايم بكل حاجة في العمارة، وكان عايش معاهم لأن بيتهم انهد. وكانوا هنا بقالهم حوالي سنة، وهو كان في تانية كلية. الولد طلع شديد جدا وحاجة جميلة بجد، وحسسني إن أنا عايشة. ودلوقتي مش عارفة أعمل إيه. جوزي واقف وعايز يطلقني منه، لكن الولد متمسك بيا، وأنا كمان متمسكة بيه وعايزة أعيش حياتي. ومش عارفة يا ترى لو كملت مع الولد هكون غلط ولا صح، ولا أرجع لجوزي.